دوري ان انا اركز في لبسه. اقول لكم بقى الكارثه والمصيبه في ايه؟ ان حتى اللبس اللي بقى يسوق لهم عشان يلبسوه هو بقى ليه فكر تاني خالص. هو مش فكرة هودي واوفر سايز بيلبسوه عشان يبقى شكلهم حلو، لا، الحاجات دي كلها وراها كوارث ومصايب. الحاجات دي كلها وراها فكر هم عايزين الولاد دول يروحوا. لما الاقي ابني لابس تي شيرت من بيج او من صفحة معروفة وعليها 500 ألف فولورز مثلا، وابني يقول يا ماما دي صفحة كبيرة. يعني ايه صفحة كبيرة؟ تحط حاجات غير اخلاقيه على التيشيرت بتاع الولاد، والولاد بتلبسه واراهنكم ان هم اصلا عارفين هم لابسين ايه. فهل انا مطالب مني كأم اقعد مركزه في كل التفاصيل دي؟ كام واحده مننا كأم ما بتبقاش فاهمه حاجه على التيك توك او الفيسبوك او اي بلاتفورم وتنده ابنها تقول له تعالى يا حبيبي هو ايه ده؟ احنا في كارثه. احنا لا عارفين نوصل لدماغهم، ولا عارفين نلائم العصر اللي هم فيه، ولا قادرين نسيطر على البلاوي والمصايب اللي عماله تتصدر لنا، وكم الانحراف اللي مش موجه بطريق مباشر كمان، لا، محطوط جوه لبس، محطوط جوه اغاني، محطوط جوه حفلات. مش عارفين نعمل ايه. كل ما بعدنا عن ديننا، كل ما حسينا ان ولادنا لا اصلا ما ينفعش اضغط عليه يصلي، اصلا ما ينفعش اضغط عليه، لا عشان ما يبقاش متشدد، لا، احنا بنضحك على نفسنا. نرجع للقيم القديمه اللي احنا اتربينا عليها، عشان دي الحاجه الوحيده اللي هتعيننا شويه ان احنا نحافظ عليهم في الجيل اللي احنا شايفينه، والمستقبل اللي احنا مش عارفين اوله من اخره.